أهلا بيكم. لقيت إن رمضان للأسف عدى بسرعة وما عملتش معاكم عصير، فقلت أعمل فيديو للصوبيا بشكل جديد وأفكار يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم كل الطرق والأفكار الجديدة. وكمان ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف الأفكار الجديدة. هبتدي الأول إن أنا أعمل الصوبيا نفسها. معايا حوالي كوبايتين كبار من اللبن، معاهم 4 معالق كبيرة من الصوبيا، من 4 ل5 معالق، والسكر من 4 برضو ل5 معالق، بس أنا هنا هشيل شوية لأن أنا لقيت السكر كتير، السكر حسب الرغبة. وهحط كمان تلج، وهبتدي أضرب كله مع بعضه لحد الصوبيا ما تختلط حلوة قوي والسكر كمان يدوب معانا. كده الصوبيا العادية خالص بتاعتنا بقت جاهزة. اخدت من الصوبيا ديت حوالي كوباية وحطيت عليها بولتين ايس كريم بالشكل ده كده، او معلقتين ايس كريم، وكمان معاها معلقة كبيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن. نوتيلا بقى موجودة، بس النوتيلا غالية اليومين دولت، فخلينا في اي نوع من الشوكولاتة القابلة للدهن. وهبتدي ان انا اخلط كل المكونات ديت مع بعض. كده خلاص اختلطت حلوة قوي، والشوكولاتة كمان اختلطت كويس جدا مع الخليط بتاعنا. هبتدي ان انا احطه في الكوباية بتاعتنا او الكاس او اي حاجة انتوا هتقدموا فيها. ودي طريقة للي بيحب الشوكولاتة وبيعشقها صراحة، تبقى روعة. وهزينها بايس كريم من فوق. اي تزيين بقى انتوا حابين، ممكن تحطوا عليها بشر شوكولاته لو موجود عندكم، ممكن تحطوا كمان بشر جوز هند لو انتوا حابين، بس هي بصراحه كانت لوحديها كده كفايه. ده كده الشكل بتاعها، روعه بجد. حاجه ساقعه كده، واليومين دولت برضو الجو ابتدى يحرر شويه، فبتبقى مزاج قوي على الفطار. ده كده كان اول نوع معانا. تاني نوع برضو معايا نفس الكوبايه اللي هي بتاعه الصوبيا، وهحط فيها الفراولة. انا عندي كانت الفراولة مجمدة، وبرضو بولتين ايس كريم. نقدر نحط تلج كمان لو انتوا حابين، بس هنا عشان كانت الفراولة مجمدة فالخليط كان هيبقى ساقع، لكن ممكن تحطه في الخليط بتاع الشوكولاتة. هنا بتيجي ان احنا نضرب كل المكونات مع بعض لحد ما تختلط وتمتزج كويس جدا. كده بقت جاهزة. هبتدي برضو ان انا احطها في الكاس بتاعنا. شايفين التقل بتاعها، الفراولة تقلتها ومديها برضو طعم جميل جدا. وبرضو هزينها بالايس كريم من فوق. نقدر ان احنا نحط فيها قطع من الفراولة لو انتوا حابين. كده الصنف التاني معانا بقى جاهز. برضو من الحاجات اللي بتبقى خطيرة جدا طعم الفراولة مع الصوبيا مع الايس كريم، خليط كده ملهوش حل. خاصة كمان ان الفراولة كانت مجمدة، فمدية الخليط بتاعنا او العصير بتاعنا ان هو يبقى ساقع. لا بصراحة مزاج، مزاج عالي قوي. ده كده النوع التاني. تالت نوع بقى اللي هو العادي خالص، انا مش هعمل فيه اي حاجة. تقدروا ان انتوا تحطوا فيه جوز هند لو انتوا حابين وتسيبوه على كده. انا بس يا دوبك حطيته في الكاس بتاعي وحطيت عليه البولة بتاعة الايس كريم. ايس كريم بيقلب الطعم خالص. انا هنا زينتها ببودرة نسكافيه. تقدروا ان انتوا تزينوها بكاكاو لو انتوا حابين، بس النسكافيه ده بقى مزاج عندي لوحده. كان ممكن برضو ان احنا نعملها بالنسكافيه، بس يعني علشان على الفطار بلاش منبهات كتير، فيدوبك بس حطيت التزيين كده عشان تكسر بيها اللون. اتمنى ان هم يكونوا
افكار جديدة بالنسبة لكم. اتمنى ان هي تكون تعجبكم، حاجات جميلة بجد ولذيذة وتغيير من طعم الصوبيا. انا اسفة ان انا ما عملتش الفيديو ده من اول رمضان، بس انا فعلا فوجئت ان رمضان عدى وما عملتش ولا فيديو للعصاير خالص. مع ان كان عندي افكار كتير، بس ممكن ان احنا نعملها بقى في فترة الصيف، هيكون افضل بكتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم سلام.